ليه مشاعرك بتجري بيكي قبل ما عقلك يستوعب اللي حصل، بتلاقي نفسك ضايعة وسط كل الناس. الموضوع مش إنك شخصية حساسة، الموضوع إنك طول عمرك بتخلي مشاعرك هي صاحبة القرار في حياتك. أي كلمة تهزك، أي موقف يشغلك، أي حد يزعل منك، ده كله يقلب يومك وينكد عليك. تفتكري إن الحل إنك تكتمي كل اللي حاسة بيه عشان الدنيا تمشي. الحقيقة إنك محتاجة تاخدي مشاعرك على محمل الجد شوية، من غير ما تسلميها السيطرة على حياتك. مش كل إحساس صح، أوقات إحساسك بإنك وحيدة غلط، إحساسك بإنك دايما مقصرة غلط، إحساسك إنك لازما ترضي كل اللي حواليكي غلط. ولما إحساس غلط يمشي حياتك النتيجة مش هتبقى لصالحك. يعني مثلا كم مرة اشتريتي حاجات انتي مش محتاجاها عشان متضايقة وزعلانة؟ كم مرة وافقتي على حاجات مضايقاكي بس عشان خايفة تقولي لأ؟ كم مرة سمحتي لحد يتعدى حدوده معاكي تحت مسمى الهزار وانتي عارفة انك مش مرتاحة بس قلتي مش هكبر الموضوع؟ الغريب ان كل اللي كنتي فاكراه انه حل كان جزء من المشكلة. المواقف دي بتخليكي عايشة في ضغط نفسي رهيب. دلوقتي جه الوقت انك تسيطري على مشاعرك، تتحكمي في نفسك وتقولي لأ بوضوح لأي حاجة مش عايزاها ومش مريحاكي، وتقولي لأ بوضوح لأي حاجة مش عايزاها ومش مريحاكي. انتي مش هتخسري حاجة خالص، بالعكس هتخسري الناس اللي كان لازم تخسريهم من زمان. أول مرة هتحطي حدود هتعرفي معنى احترام النفس بجد، وأول مرة هتوقفي تصرفي فلوسك على حاجات ملهاش لازمة تكتشفي إن السلام النفسي أرخص بكتير من الشغل. أول مرة هترفضي تدخلي في حرب مش بتاعتك، هتلاقي الدنيا أبسط بكتير مما كنتي متخيلة. انتي مش محتاجة تبقي قوية طول الوقت، انتي محتاجة تبقي واضحة مع مشاعرك، واضحة مع فلوسك، واضحة مع حدودك، واضحة مع نفسك. دلوقتي عايزاكي تقعدي مع نفسك وتشوفي ايه الحاجات اللي محتاجة تقولي لها لأ، اكتبيها وابدأي اشتغلي على نفسك من النهاردة.